صباح الخير. عارفه انت لما تكوني بتعملي حاجه انت متعوده ان انت تعمليها كل مثلا يوم خميس، كل يوم اربع، وفجاه يجوا مره يقولك لا احنا زهقنا واحنا مش عايزينها تاني، هترميها؟ لا، تعالي نشوف احنا عملنا ايه وبدلناها بايه. تابعي بس معايا الوصفه، ولو عجبك الفيديو ما ننساش الفولو لايك والشير. اول حاجه جبت الخلاط بتاعي، نزلت بكوباية من السكر ونص زيت ونص سمنة، وبدأت ان انا اضرب الكلام ده كله في الخلاط ضربة سريعة بس علشان الزبدة تدوب مع الكلام ده كله. تمام. بعد كده فتحت تاني الخلاط وهبدأ ان انا انزل بكوباية من اللبن، وكمان هنزل ب 2 بيضة. يا جماعة عايز اقولكم على حاجة، الكوباية اللي تعايروا بيها لازم تعايروا بيها كل حاجة، يعني عايري بيها السكر، عايري بيها البيض، عايري بيها الزيت، السمنة، كل ده. وحطيت كمان كيسين من الفانيليا علشان الزفورة. تمام كده. وهقفل بقى الكلام ده كله وهدي ضربة سريعة برضو في الكلام ده. تمام. وبس كده كده الخليط جاهز معانا. تعالوا بقى نشوف هنعمل ايه تاني. جبنا بولة، هنحط بقى الدقيق. عايز اقولكم الدقيق ده حلو جدا جدا ورخيص عن اي دقيق انتوا بتجيبوه. كنا جايبينه بتهيألي ب10 جنيه. تمام. وهبدأ ان انا ايه اجيب كوباية واخد منها كوباية من الدقيق. انا عن نفسي عاملة كوبايتين اتنين من الدقيق. تمام. وهبدأ ان انا انخله. اهم ما في الموضوع هو النخل، لازم تنخلي الدقيق كويس جدا جدا جدا، حتى علشان تتأكدي ان هو مفيهوش اي حاجة. تمام. ومش شرط الدقيق دوت، ممكن تجيبي اي نوع دقيق انت حباه. شايفين مفيهوش اي حاجة خالص، ولا سوسة ولا متكتل ولا اي حاجة، هو تمام كده. بدأت ان انا اخد برضو كوباية تاني، وهبدأ ان انا ايه انخله برضو زي الكوباية الاولى. تمام كده. وبس كده. هجيب بقى كيس بيكنج باودر. تقدري ان انت تجيبي كيك شيف، ده حلو برضو جدا، هبقى اجيبه معاكم مره كمان. وهبدا برضو ان انا انخله. وبس كده كده كل حاجه كانت جاهزه معايا. حطيت بس رشه من الملح سنه، وهبدا ان انا انزل بالخليط كده. عايزه اقول لكم الكيكه دي كانت تحفه جدا. وهبدا ان انا اقلب المكونات دي كلها مع بعض. تمام. خلاص بعد ما قلبنا بقى تعالوا نشوف القوام. بصوا قوامها حلوة قوي، يعني مش تقيل ومش خفيف، اللي هو مظبوط. جبنا بقى صينية، حابة ان انت تحطي بايركس مفيش اي مشكلة. تمام. هبدأ ان انا حطيت شوية من الزيت و هساوي الصينية بالزيت بتاعه. حطينا شوية دقيق هندحرجهم كده في الصينية علشان الكيك ما تلزقش. يا جماعه عايز اقولكم على حاجه، لو عايزين الطريقه اللي بتبيضي بيها الحلل او الطاسات او الحاجات دي كلها من غير لا تدعكي ولا دعكه، قولولي في الكومنتات وانا هنزل لكم الطريقه ايه. تمام. وهنا خلاص بعد ما عملنا الدقيق كويس جدا، هبتدي ان انا انزل بالخليط بتاعي. شايفين الخليط القوام عامل ازاي؟ حلو قوي قوي قوي. اهم حاجة طبعا ان انتي تكوني مسخنة الفرن قبلها ب10 دقايق او 5 دقايق علشان تكون جاهزة للتسوية على طول. تمام. وبس كده هبدأ بقى ان انا نزلت الخليط خلاص. هبدأ بقى ان انا ايه اخبطها خبطتين كده علشان تتساوى تماما، يعني سويها، افضلي اخبطي فيها مرتين 3. ويستحسن ان انتي تعمليها على الارض علشان الرخامة بتاعتك ما تنكسرش. ماشي كده بقى هندخلها الفرن خلاص. تعالوا نشوف هنعمل واحدة كمان بالشوكولاتة. حطيت برضو كوباية من السكر، ما ننساش ان الكوباية هي اللي بنعاير بيها. تمام. وحطيت برضو نص زيت ونص زبدة. عايزه اقول لكم على حاجه، الكيكه اللي بالشوكولاته ما بتعملهاش بزبده دوت علشان انتي هتاخدي كوبايه من الشوكليت. تمام. لكن انا عندي الشوكليت فمش هاخد كوبايه.
حطيت كوبايه من اللبن، وكمان حطيت كوبايه الا ربع من الكاكاو الخام. تمام. وهبتدي بقى ان انا اقفل واديله ضربه سريعه. لو هتاخدي كوبايه من الشوكليت دي تحطي كوبايه من الزيت. تمام، ما تحطيش سمنه. وهنا كان القوام معايا زي ما انت ما شايفه، هو ده القوام اللي انا عايزاه. ده القوام، يعني القوام ده بيبقى تقيل اصلا. تمام. هبتدي بقى ان انا ايه في الخطوه دي، لو هتاخدي الشوكليت بتاخدي كوبايه. تمام. بعد ما بتاخدي الكوبايه بتبتدي بقى ان انت تحطي البيضتين بتوعك. وحطيت كيس او كيسين من الفانيليا علشان بس ريحة الزفارة. وضربت الكلام ده كله مع بعضه. طبعا جبنا نفس البولة اللي احنا كنا حاطين فيها الكيكة السادة، وبرضو نخلنا كوبايتين من الدقيق، ونخلنا كيس بيكنج باودر. اهم ما في الموضوع كيس البيكنج باودر ده. تمام. او كيك شيف. وهبتدي ان انا انزل الخليط بتاعي. وطبعا هدوب هخلط المكونات كلها بالدقيق علشان نبتدي ان احنا نحطها في الصينيه بتاعتنا. اهم حاجه بس ان انتي تمشي في نفس الاتجاه، يعني ما تعمليش يمين وترجعي تمشي شمال تاني، لا اعملي كله يمين. وهنا خلاص كان الخليط جاهز معانا. برضو عملنا حطينا زيت، وكمان حطينا الدقيق بتاعنا. وهبتدي برضو ان انا انزل بكيكه الشوكليت بتاعتي. تمام. وهبتدي بقى ان انا انزل اللي في البولة كله. اكيد يعني مش هنرميه يعني. تمام. وبس كده هبتدي برضو ان انا ايه اخبط الصينية علشان تكون متساوية وتكون حلوة معايا. يلا بقى على الفرن على درجة حرارة 180. خدت معايا بالظبط ساعة الا ربع، مش كتير يعني. انتي بس عينك هيبقى عليها. تمام. عايزه اقولكم اللي تحت يا جماعه كانت تحفه بجد، يعني كانت مرفوعه قوي عن اللي بالشوكليت، مش عارفه ليه، مع ان نفس الخطوات عاملاها هي. هنا بقى خلاص كانت استوى معانا. لو انت مش عارفه استوت ولا لا، هتجيبي خله وهتبتدي ان انت تحطيها في الكيكه. لو طلع معاكي عجين اعرفي ان الكيكه ما استوتش، ما طلعش اعرفي ان الكيكه بتاعتك استوت. هنا خلاص كانت بعد ما طلعت وكمان بردت تماما. ده كان تاني يوم يا جماعه. تمام. هنا بقى لما عملت لهم الكيكه قالوا لي لا احنا مش هناكلها، احنا مش عايزين. فابتديت ان انا اتصرف، يا ترى هعمل ايه. رحت جبتها وقلبتها على طبق كده. وبرضو هقلب اللي هي بالشوكليت برضو، علشان هنشوف هنعمل ايه مع بعض. عملنا حاجة انا من نفسي ما كنتش متوقعاها ان هي تطلع بالحلاوة والجمال ده. تمام. بصوا هنا ما كانتش راضيه تنزل. هبتدي بقى ان انا الاول كده اعملها بمعلقه او بشوكه او اي حاجه، علشان لما اجي اقلبها الناحيه التانية تقوم مقلوبه في ثواني. لو ما نزلتش منك ابداي ان انتي يعني حركيها من الجناب علشان تقوم نازله منك على طول. اهي هنا خلاص كده كانت نزلت معايا كله تمام. هي مش راضيه. انا حطاها علشان تعمل شويه. وهنا خلاص كنت قلبتها على الوش التاني. شايفين حلوه قوي قوي قوي. هبتدي بقى ان انا اعمل ايه. هبتدي ان انا اقطع الكيك. بصوا انا كانت لما جيت قستها كانت 5 بالسكينه دي من الناحيه دي ومن الناحيه دي. فهبتدي ان انا اقطعها كده، يعني هي مظبوطه النص بالظبط. هبتدي بقى ان انا اقطع بالشكل ده بس كده. وهبتدي بقى ان انا ارفع الجزء بتاع الكيكه دوت على الجزء التاني علشان اعرف اقطعها كويس جدا. هقسم الكيكه دي لاتنين. هبتدي بقى ان انا ايه افتحها من النص كده براحه جدا، علشان هي دايبه دوبان فظيع. لان انا كنت عامله لهم كيكه عاديه يفطروا بيها بشاي، اللي بتاعه الشوكولاته ديت كانوا يحلوا بيها. هما فاجئوني وقالوا لي لا احنا مش هناكل الكيك كده، اعملوا لنا حاجه مختلفه. فبدات بقى ان انا اعمل لكم، هوريكم في الاخر عملت حته حاجه فظيعه بجد تعجبكم جدا. كمان بدات اقطع اللي هو الجزء التاني. تمام. عايزه اقول لكم الجزء اللي تحت اتفتفت مني جدا جدا. الكيكه دابت كده وما كانتش يعني ما كانتش زي القطعه اللي هي اللي فاتت، فاهمه.
فبدات ان انا اتصرفت انا مش هرميها. تمام، هي حلوه جدا. بصوا عامله ازاي بالشكل ده. بدات ان انا جبتها على جنب وثبتها يعني كده، يعني علشان لما اجي احط اللي فوقها اعرف ان انا اتمكن فيها اكتر. وهنا خلاص بدات ان انا اعمل برضو اللي هي الكيك اللي هي بالساده دي بقى. كانت تحفه جدا بجد، طريه جدا، بتتقطع معاكي بسهوله، مش مفرفته، لا حلوه جدا. هبتدي بقى ان انا برضو اقطعها من النص كده زي التانية بالظبط. بصوا سهله جدا يعني. انا كنت وانا بعملها كده حاسه ان انا يا جماعه والله انا اتحط في مكان تاني. تمام. وهنا خلاص بقى بدأت ان انا اشيل الجزء، كنت خايفة ان هو يطلع زي التاني، بس الحمد لله يا رب طلع مظبوط وكويس جدا. بصوا بقى شكلها عامل ازاي، دبانة رخمة. هبدأ بقى ان انا ارجعها وخلاص كده كنا قطعنا الكيك بتاعنا. هجيب بقى بولة وهبتدي ان انا انزل بكوباية، حطيت كوبايتين ونص من الكريم شانتيه. تمام، انا جايباه خام. تقدري ان انت تجيبيه محلى بيكون فيه سكر اصلا. تمام، انا اهو حطيت كوبايتين ونص من الكريم شانتيه، وهحط كوباية من المية المتلجة، وهرجع اضيف نص تاني، وهحط كوباية برضو متلجة من اللبن. اهم حاجة ان هو يكون متلج يا جماعة، محدش يحط مية كده. وهضيف 5 معالق او 6 معالق من السكر. هرجع اقول لكم اللبن والمية لازم يكونوا ساقعين جدا جدا، يعني يستحسن ان انتي تطلعيه متلج اصلا، فاهماني؟ علشان هو اللي بيخليه يجمد معانا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. عايزه اقول لكم الكميه دي كفت يدوب بجد. جبت بقى شويه من اللبن علشان هنسقي بيه الكيك، وحطيت فوقيه شويه من النسكافيه. حابه ان انت تحطي شويه قهوه او تضيفيه او تسقيه بشربات، مفيش اي مشكله. وبدات ان انا اسقي كده الكيكه بتاعتي، وهبتدي على طول ان انا احط الكريم شانتيه بتاعي من فوق علشان يبدأ يتماسك معايا اهو. بصي بالشكل ده كده. انا مسرعه الفيديو شويه. وبدات ان انا حطيت الطبقه التانية. كنت هنا نسيت ان انا اسقي الكيكه بتاعتي، سبتها عادي خالص وبدات ان انا اسقيها من جنبها كده، ومفيش اي مشكله، مش هتعمل اي حاجه. وبرضو هبتدي اوزع الكريم شانتيه بتاعي. بدات بقى ان انا اعمل كده لحد ما خلصت خالص. بصوا يعني حته الكيك دي ماسكه حلوه قوي ما شاء الله اهو. الطبقه الاخيره بقى اللي هي الطبقه ديت طبعا مش هتسقيها ومش هتيجي جنبها دلوقتي خالص. الناحيه التانية بقى حطيت حته من الكريم شانتيه كده في تحت خالص. وبدات برضو ان انا اسقي الكيك بتاعتي، وحطيت برضو كريم شانتيه. وهبتدي برضو ان انا احط كده التانية واسقي برضو واحط كريم شانتيه. هبدا ان انا اعمل بقى كده لحد ما اجي لاخر طبقه خالص اهو بالشكل ده. وبس كده. وهنا خلاص كنا وصلنا ان احنا خلصنا الطبقات. بصوا شكلها عامل ازاي، حلوة قوي. هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ هبتدي ان انا اضيف كريم شانتيه من فوق الكيك. تمام اهو بالشكل ده. عايزه اقول لكم ان لو اتفرفت منكم حته من الكيك ما تتضايقيش ولا اي حاجه، عادي. انا هو اتفرفت مني وعملتها ومفيش اي مشكله. هبتدي بقى ان انا احوطها كلها من الجناب ومن فوق ومن تحت ومن كل حته بالكريم شانتيه زي ما انتم شايفين كده. تمام اهو بالشكل دوت. عملتها يعني ما خدتش مني وقت خالص، وكنت مستمتعه جدا يا جماعه وانا بعمل الكريم شانتيه ده. بصوا حاسه ان انا بقى هفتح محل حلويات جوه وشك بجد. انا اول مره اعمل كيك، اول مره اعمل تورته سوري، وطلعت معايا بشكل فظيع جدا وحلو جدا. اتمنى ان هي تعجبكم وان انتوا تجربوها وتقولوا لي رايكم. تعالوا بقى نعمل الصوص اللي هنزين بيه التورته. طبعا احنا في اللحظه دي التورته اتحطت يوم كامل في التلاجة.
بدأت ان انا تاني يوم بقى بدأت ان انا انزل بحتة من السمنة او الزبدة، وبدأت انزل بالشوكليت. الشوكليت دي كنت انا عاملاها في القناة، هبقى احط لكم اللينك بتاعها. تعالوا نعمل بقى الصوص التاني. هنعمل ايه؟ هنعمل صوص الكراميل، صوص حلو جدا. اهم ما في الموضوع نوع السكر اللي انت بتحطيه. حطيتي نوع سكر بني او غامق، الكراميل بتاعك هيبقى لونه مغمق. حطيتي لونه ابيض هيطلع معاكي زي اللون الذهبي بالظبط، اللون اللي انت هتشوفيه دلوقتي. عايزه اقول لكم انا الطريقه ديت كانت عملته بتهالي مرتين، والمرتين الحمد لله يا رب نجح معايا فيهم. تابعي بقى معايا، شوفيني بعمله ازاي، علشان لو بيبوظ منك ابدأي ان انت تعمليه بالطريقه دي، وان شاء الله ان شاء الله هيجي معاكي. طبعا السكر داب زي ما انتم ما شايفين، طبعا ايديا فيه. اول ما احس ان الاطرف بتدوب من السكر هبتدي على طول ان انا اقلب فيه، ما استناش، وعشان لو استنيتي هيتحرق. اول ما ابتدي خلاص ان هو كل حاجه ساحت فيه، هبتدي ان انا انزل بحتتين من الزبده او 3 او السمنه، وهبتدي ان انا اقلبه. معايا بقى نص كوبايه من الميه، هضيف عليهم معلقتين من النشا، معلقتين كبار يا جماعه، تمام. وهبتدي بقى ان انا اقلب بقى الكلام ده كله وهضيفه على طول على الكراميل. عايزه اقول لكم على حاجه، ان انا لما ضفت السمنه على الكراميل انا طفيت النار، تمام. لحد الان انا لسه طفياها، هقول لكم نولعها امتى. وهبتدي برضو ان انا اقلب المكونات دي كلها مع بعض. لما تلاقيه كتل منك ما تخافيش، هو كده كده بيبقى كده. وكمان حطيت كوبايه من اللبن، حابه ان انتي تحطي كوبايه الا ربع، ده او ده. وهبتدي برضو ان انا اقلب، اهم حاجه ده بس يكون فيه تمام. هو بقى بالشكل ده، شايفين لونه عامل ازاي؟ حلو قوي بجد، لونه فظيع، عجبني جدا. شايفين؟ حلوة قوي. هنا بقى كنت خلاص بعد ما عملت بدأت ان انا افتح النار، هنا كنت فاتحة النار خلاص. هبتدي بقى ان انا اقلب فيه لحد ما يتقل شوية، وكده كده لما انت بتطفي وبتسيبيه يبرد الصوص بتاعك بيتقل لوحده. وهنا خلاص شايفين قوامه عامل ازاي؟ حلو قوي بجد. هتسيبيه بقى لحد ما يبرد تماما. هو الصوص بتاع الشوكليت ما ينفعش تحطي الصوصات على الكيك بتاعك الا لما يكون بارد تماما، تمام. وهنا خلاص بقى بعد ما برد تماما، بعدها بنص ساعه بتهيألي جبت كيس وبدات ان انا افضي شويه في من الصوص الكراميل، وكمان هعمل كده في صوص الشوكليت، تمام. بس كده، اهم حاجه بس ان انت تقفلي الكيس كويس جدا، ولما تيجي تفتحي حته منه تفتحي حته صغيره جدا. وهنا كنت جايبه البسكوتات دي علشان ازين بيها الكيك من فوق. وهنا بدات بقى ان انا ازين الاطراف. معلش الحته ديت مش واضحه ليكوا قوي، بس انا في الكراميل هحاول ان انا ابينها لكم اكتر. بدأت ان انا من على الاطراف كده وانزل الشوكولات علشان يعمل تسلسل بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بصي حلوة قوي، هيعجبكم قوي. ماشي. وبدأت بقى ان انا افصل ما بين النص بتاع الشوكولات والنص بتاع الكراميل. لو مش عارفة النص اللي كان في الشوكولات فين، او النص اللي هو الساده فين، حطي صباعك او هاتي معلقة وابدأي ان انتي من النص احفري حفرة كده، هتعرفي ده ايه، هتشوفي نوع الكيك ايه، تمام. اهو هنا بقى بصوا، يعني قطعت حته صغيره جدا من كيس الكراميل، صغيره جدا علشان لو فتحتيها كبيره هيبهدل الدنيا، تمام. وهبتدي بقى ان انا انزل بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. حلوه قوي يا جماعه والله، كانت تحفه تحفه تحفه، كانت خطيره، تمام. هبتدي بقى ان انا ازينها باي حاجه. شايفين شكلها؟ الله عليا انفع والله يا جماعه. بصوا الحته دي كانت مش عارفه الفوم ما كانش بيصور، فهبتدي بقى ان انا جبت القمع وحطيت شويه فيه من الكريم شانتيه، وبدات ان انا اعمل دايره بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هيظهر لكم دلوقتي، ثواني. اهو بعمل دايره دايره كده. اي حاجه بقى حابه ان انت تعملي حابه ان انت تعملي ورده من فوق، مفيش اي مشكله. انا حبيت الشكل ده علشان كله يبقى زي بعض.
بدأت ان انا افتح بقى البسكوت وارص البسكوت دوت من فوق التورته كده. شايفين عامله ازاي؟ خطيره. تسيبيها بقى في التلاجة تقعد مع نفسها يوم، يوم ونص، يومين، لحد ما تجمد تماما. وتعالوا هنبقى نقطعها مع بعض وهنشوفها. شايفين شكلها عامل ازاي؟ لو الحته زي الشوكولات دي وقعت منك مفيش اي مشكله، هي عايزه تدخل التلاجة علشان كده صحيحه منك. تعالوا بقى نشوف عملنا ايه تاني بما انه يوم الحلويات. خلاص دخل الشتا علينا وقاعدين مكسرين، اليوم بيجري بسرعة جدا. تعالوا نعمل حاجة سهلة وبسيطة وبالظبط تخلص في 10 دقايق. عملنا كيكة حلوة جدا، من جوه شوكولاتة ومن بره شوكولاتة، وفوقيها بس شوية من الكريم شانتيه. عامل شغل لذيذ جدا. تابعي معايا الوصفة، ولو عجبك الفيديو ما ننساش الفولو واللايك والشير. اول حاجه طبعا هيكون معايا الطاسه، هبدا ان انا انزل كده بمعلقتين كبار من السمنه، وكمان هبدا انزل بمعلقتين كبار من الزيت. حابه ان انت تحطي كله سمنه كله زيت مفيش اي مشكله. وهبدا ان انا انزل الكاكاو بتاعي الخام. حطيت 3 معالق من الكاكاو. بعد كده هبدأ ان انا انزل على طول ب5 معالق من السكر المطحون. حابة ان انتي تحطيه كده مفيش اي مشكلة، بس اتأكدي ان كله داب مع بعضه. تمام. وبعد كده هبدأ ان انا انزل ببضاية واحدة بس، وهبدأ بقى ان انا اقلب الكلام ده كله مع بعضه. وهنا خلاص بعد ما قلبنا وتأكدنا ان السكر بتاعنا داب وكل حاجة كانت تمام، هبدأ ان انا انزل بربع كوباية من اللبن. تمام. وهنزل على طول من 5 ل6 معالق من الدقيق. كل ما تحطي الدقيق بتاعك وتحسي ان الكيكة بتاعتك سمكها مش تقيل ومش خفيف، ده القوام اللي احنا عايزينه. حسيت ان هي خفيفة، حطي معلقة كمان وشوفي هتكون عاملة ازاي. وقلبنا وحطيت شوية من البيكنج باودر، وحطيت رشة صغيرة جدا من البيكربونات. وبدأت ان انا مسحت الاطراف خلاص وسبتها على نار هادية جدا لمدة 15 دقيقة او 20 دقيقة، وكانت معايا بالشكل الفظيع اللي انت شايفاه ده. كمان الاطراف بتاعها مش لازقة، كانت حلوة جدا جدا. هنسيبها بس لحد ما تبرد نهائي، ما يكونش فيها اي بخار او اي يكون سخن. تمام. بدأت ان انا امسك الخلة وادخلها كده عشان اتأكد ان هي استوت معايا. وهنا خلاص بقى نقدر نقول ان الكيكه بتاعتنا كانت بردت تماما. هبدا ان انا اقلبها بقى في طبق كده، طبق التقديم بتاعك اللي انت هتقدمي فيه. حابه ان انت تقدمي في الطاسه دي مفيش اي مشكله. حطيت صوص الشوكليت اللي انا كنت عاملاه معاكم في القناه على الشوكولاته من فوق، ان انا اعمل خطوط كده مطولة على الكيكة بتاعتي. كنت هعمل اللي هي الوردة ديت، بس حسيت ان هي مش هتكون حلوة خالص. بدأت ان انا شلتها وحطيت مكانها شوكولاتة وكملت عادي جدا. وبس كده هجيب بقى الخلة بتاعتي وهروح واجي بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وهنا خلاص كانت جهزت معايا. عايزة تحطيها في التلاجة تجمد شوية مفيش اي مشكلة، انا ما استنيتش عليها لاني كنت محتاجة اكل حاجة مسكرة جدا. بدأت ان انا اقطعها بقى. تعالوا نشوف الجمدان ده كان عامل ايه. بجد طعمها حلوة جدا جدا، وبالظبط بتخلص معاكي في 5 دقايق او 10 دقايق بالكثير. حلوة ولذيذة، وكمان طرية جدا. وكمان بدل ما احنا قاعدين مكسلين ومش عايزين نعمل اي حاجة، دي هتعجبكم جدا. ودي بقى تاني وصفة النهاردة نخلصها ونعملها. تعالوا نشوف هنعمل ايه تاني. عملنا كمان يلا نعمل مع بعض النوتيلا في البيت او الشوكولاتة السبريد. مكونات بسيطة جدا، مكونات سهلة جدا، مكونات كلها موجودة في اي بيت. تقدري بقى ان انت تحطيه في برطمان او كونتينر تحتفظي بيه لاكبر مدة انت حباها. وطبعا ما ننساش ان هو لازم يكون في التلاجة. يلا نبدأ مع بعض ونشوف الوصفة ايه. اول حاجة هيكون معايا الخلاط. هبدأ ان انا انزل بمكونات كوباية من السكر، كمان كوباية من اللبن. وبعد كده هبدأ ان انا انزل ب4 معالق كبار من الكاكاو الخام، مش الكاكاو الخام مش المحلى. تمام. وبعد كده هننزل برشة من النسكافيه. تمام. وبعد كده هقفل وهدي الكلام ده كله ضربة على السريع. تمام. والخلاط شغال معانا. هبدأ ان انا انزل بصرصوب صغير جدا من الزيت لحد ما اخد كوباية من الزيت. تمام. بالشكل دون. وخلاص بقى بعد ما
خدنا كوبايه الزيت، هبدا ان انا افتح وانزل بكيس فانيليا وادي ضربه برضو للكلام ده كله مع بعض، ونشوف الخطوه التانية هنعمل ايه. هنا خلاص بعد ما خلصنا ضرب، تعالوا نشوف قوام الشوكولات عامل ازاي. بصوا قوامه تقيل جدا جدا زي النوتيلا بالظبط، يعني قوامها خطير جدا، وكان طعمها اخطر بقى. عايزه اقول لكم كانت فظيعه. تعالوا بقى نجيب بطرمان عندنا او اي حاجه انت عايزه تحتفظ بيها، مفيش اي مشكله. وهبدا ان انا انزل بالشوكليت في البطرمان بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. طبعا انتوا شايفين هي ازاي قوامها تقيل، وهو ده القوام اللي احنا عايزينه بالظبط. لو القوام طلع اخف من كده اعرفوا ان انتي عامله حاجه زياده، يعني حاطه حاجه زياده غير المكونات اللي انا عملتها. شايفين سمكها عامل ازاي؟ تحفه جدا. وهنا خلاص كده كان تالت مقطع فيديو احنا عملناه واستفدنا منه كان خلص. صباح الخير، يلا نعمل مع بعض كوباية قهوة تفوقنا كده، بدل ما احنا كسلانين ونايمين على نفسنا. حطينا معلقتين من البن، انا بستخدم بن شاهين. وكمان معايا صوص الشوكليت صوص دوت انا عاملاه في البيت. هبقى احط لكم اللينك في اول في صندوق الوصف. وحطيت منها معلقتين، وحطيت ميه ساقعه جدا. تمام، لازم الميه تكون ساقعه علشان كوبايه البن بتاعتك تطلع مظبوطه. وهبدا ان انا اخلط المكونات دي كلها كده، اخليها تدوب مع الميه. وبعد كده هاخدها بقى على نار هاديه جدا. على النار بصي، يعني ممكن كوبايه القهوه دي تقعد ربع ساعه على النار علشان تستوي كويس. تمام. ما تستعجليش عليها علشان تطلع الكوبايه مظبوطه معاكي. ولما تحس ان هي خلاص قايمه على اللون كده، ابدأي ان انت شيليها ويكون معاكي حاجه خشب. ابدأي ان انت تعملي دايره بالشكل اللي انت شايفاه ده. تمام. وبس اصبري بس دقيقه وارجعي حطيها تاني، هتلاقيها برضو بتعمل فوران. اعرفي كده ان هي استوت، تعمليها مرة كمان وحطيها على النار، وابدأي كرري الحركة دي على الأقل 3 مرات. وبعد كده بقى صب مج القهوة بتاعتك. شوفي جمال الكوباية هتبقى عاملة ازاي. يعني فنجان القهوة بتاعك هيظبط دماغك جدا جدا، تقدري بقى ان انتي تشربيه وتقومي تشوفي شغلك ايه. وهنا كده نكون خلصنا، عملنا كوباية قهوة تظبط دماغنا. تعالوا نشوف هنعمل ايه. يا صباح المفاجآت. عارفة انت لما تكوني قاعدة في امان الله كده، وشقتك نظيفة ومطبخك نظيف وكل حاجة نظيفة عندك، وفجأة يجي موبايل احنا جايين نتغدى عندكم النهاردة. طبعا الوقت اتأخر ومفيش اي حاجة ان احنا نقدر نجيبها، يدوبك بس جبنا فراخ. اول حطيت ميه على النار لحد ما غليت، بدات ان انا انزل بيه الفراخ بتاعتي، وطبعا التوابل المعتاده اللي احنا بنحطها. جبنا صينيه وبدانا ان احنا ننزل بحته من الزبده وشويه من الزيت، وقطعت 5 أو 6 بصلات كده كبار طرنشات بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وهبدا ان انا اشوحهم على النار كده لحد ما لونها يصفر خالص، ونبدا ننزل بالتوابل. حطيت معلقه من البابريكا، حطيت معلقه من الكركم، حطيت كمان شويه من الكمون، شويه من الملح، وشويه من القرفه صغيرين جدا. وهبدا ان انا اقلب المكونات دي كلها مع بعض. حسيت ان البابريكا قليله، حطيت شويه كمان. وهسيبه بقى على النار لحد ما كده يعني كله يدخل في بعضه. بدأت بقى ان انا انزل بالفراخ بتاعتي. طبعا الفراخ مغسولة كويس جدا ومنقوعة علشان الزفارة اللي فيها. وبدأت ان انا اقلب كده، وطبعا حطيت الفراخ برضو اللي انا كنت سلقاها مع الفراخ دي. تمام كده. وبعد كده بقى ضربت شفشق طماطم وقمت نازلة على الفراخ بتاعتي ديت. هسيبه بقى لحد ما يغلي خالص وهغطيه طبعا. تعالوا بقى نشوف هنعمل ايه تاني. قطعت بصلتين كده كبار طرنشات تقطيع صغير جدا، وحطيت حته من الزبده وشويه من الزيت. بدات ان انا طلعت كيس لحمه مفرومه، وهبدا ان انا اعصج اللحمه بتاعتي. تمام. بصوا اللي محطوط ورا البوتاجاز دوت كانت على فيدين جلاش كانوا متجمدين عندي، وما كانش عندي وقت فحطيتهم ورا البوتاجاز كده علشان يلحقوا يفكوا طبعا. جبنا بقى حله ودهنا دهنا في القعر خالص شويه من الزبده، وبدات ان انا ارص لفات الجلاش بتاعتي. ووصلت للنص، هبدا بقى ان انا احط اللحمه بتاعتي، وكمان حطيت شويه من الجبنه الرومي على اللحمه بالشكل ده. تمام. وهبدا بقى ان انا اكمل رصات الجلاش بتاعتي لحد ما ابدا الاخر خالص. وطبعا اخر راق ما بنحطش فيه سمنه. تمام. وبعد كده بقى هبدا ان انا اقطع الجلاش طبعا على حسب التقطيع اللي انا عايزاه. انا عن نفسي قطعته
مربعات صغيرة كده بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. تمام. وبعد بقى ما اخلص خالص هيكون معايا بقى بيضة وكوباية من اللبن، وطبعا حطيت معاه شوية من الكمون وشوية من الفلفل الاسود وضربتهم في بعض وحطيتهم على طول على الجلاش، وبدأت ان انا احرك الصينية شمال ويمين وحطيتها في الفرن. وهنا كانت الفراخ بتاعتي خلاص يعني دخلت على السوا، وبدأت ان انا حطيت بطاطستين كده وزودت شوية مية وسبتها بقى ايه تستوي مع نفسها. هنعمل ايه تاني؟ هنعمل بقى الملوخية. حطيت حتة زبدة وحطيت كمان شوية زيت، وبدأت ان انا انزل بالثوم. حطيت 4 فصوص من الثوم، وهبدأ احط شوية كزبرة وهقلب كده لحد ما لونها يحمر. وطبعا حطينا الشوربة بتاعتنا. اول ما تدخل على الغليان هبدأ انزل بالملوخية، وطبعا اقلب المكونات دي كلها مع بعض، واحط طبعا الطشة على الملوخية. وطبعا عملنا شوية رز وعملنا شوية سلطة. تعالوا بقى نشوف شكل الاكل في الاخر عامل ازاي. وهنا خلاص كان الفيديو خلص. تعالوا نشوف هنعمل ايه تاني. هنعمل النهاردة كيكة الباندا الباردة بمكونات سهلة جدا. مكونات كلها موجودة عندنا في البيت، وبالمكونات الموجودة عندنا في البيت دي قدرنا ان احنا نطلع حاجة تحفة جدا، عاملة زي الديسباسيتو اللي بناكلها من بره. عملنا طبقة بسكوت كده، وكمان عملنا طبقة شبيهة من المهلبية، وعملنا طبقة من الكريم شانتيه، وكمان عملنا طبقة من الشوكولات. حاجة كده تحفة جدا. بس كده، تابعي معايا، ولو عجبك الفيديو اهم حاجة ما تنسيش اللايك والشير والسبسكرايب لقناتي على اليوتيوب وعلى الفيسبوك. اول حاجة كده معانا هنجيب معانا طاسة. تمام. هبدأ ان انا احط فيها المكونات بتاعتي. اول مكون موجود هو السكر، هحط 4 معالق من السكر. تمام كده. وهحط معاهم 3 معالق من الكاكاو. تمام. ودلوقتي هنزل كوباية الا ربع من المية. تمام كده. وكمان معايا 3 معالق من الزبدة. حلو قوي. دلوقتي بقى هنقلب المكونات دي كلها على البارد، وهنرفعها بقى على النار اهو بقى كده بالمنظر ده. دلوقتي بقى احنا عايزين السمنة اللي موجودة ديت تسيح مع الصوص اللي احنا عملناه ده، وعايزين الصوص يتقل شوية اهو كده. بقى السمنة ساحت خلاص. تعالوا بقى نشوف الصوص بعد ما تقل اهو كده بقى بالمنظر ده. هو ده القوام المطلوب اللي انا عايزاه. تمام كده. هبدأ بقى ان انا اشيله من على النار خلاص. تعالوا نشوف الخطوة التانية. دلوقتي بقى هنجيب بولة كده، وهيكون معايا 4 بسكوت، اي نوع بسكوت انت حباه. انا جبت لوكس وفتحتهم زي ما انتم ما شفتوا كده، وهبدأ ان انا اكسره معاكم بالمنظر ده. حابة ان انت تكسريه صغير كبير شوية، انا يعني بخليته وسط، يعني قسمت الواحدة 3. تمام كده. دلوقتي بقى حطيت الصوص اللي احنا عملناه على البسكوت، وقلبت الكلام ده كله مع بعض. اهم حاجة ان الصوص يدخل في البسكوت كله. دلوقتي بقى معانا بايركس كده. هبدأ بقى ان انا انزل البسكوت في البايركس بتاعي، واتأكد ان مفيش حتة ما فيهاش بسكوت. تمام اهو بالمنظر ده كده. هبدأ بس ان انا اساوي البسكوت كده. خلاص سويته. هبدأ بقى ان انا ادخله في التلاجة لحد ما يسقع خالص. تعالوا بقى نشوف الطبقة التانية هتكون ايه. اول حاجة 3 معالق من الدقيق، و4 معالق من النشا. وكمان هيكون معايا 3 كوبايات من اللبن، ونص كوباية من السكر، ورشة بسيطة من الملح، وقطعتين من الزبدة. تمام كده. هبدأ بس ان انا اجيب معايا طاسة، وهبدأ ان انا انزل باللبن بتاعي اهو كده. تمام. وهنزل عليه على طول بالسكر علشان يدوب، وكمان هنزل بالدقيق والنشا وهنخلهم. انا بحب انخلهم زيادة تأكيد، هو مفيهوش حاجة بس انا بحب انخله يعني. تمام. تمام. ودلوقتي هقلب بقى علشان ما يكلكعش معايا، ولو كلكع منك ومعرفتيش ان انت تقلبيه تقدري ان انت تحطيه في الخلاط وهيبقى قوامه مظبوط. ده بعد ما قلبته خلاص اهو كده بالمنظر ده. شايفه معايا عامل ازاي؟ مفيهوش اي حاجه ومش مكلكع كده، كل حاجه مظبوط. هبدا بقى ان انا ارفعه على النار. هنا خلاص رفعته لحد ما يتقل، وطبعا هتقلبي باستمرار علشان القوام هيتقل، وبالتالي ما تخلوش يكلكع منك. هنا نقلت
في حله علشان اعرف اقلبه كويس، علشان انا الحله بتاعتي كان الطاسه بتاعتي سوري كانت هتتجرح. تمام اهو كده بقى بدات ان انا اقلب بالمنظر ده كده، وخلاص هو القوام تقل معايا وكل حاجه كانت مظبوط. هبدا بقى ان انا انزل كده شويه الملح بتوعي. تمام، وهنزل حته الزبده وبرده هارجع واقلب تاني. وهنا خلاص كان الصوص تقل خلص معايا. هبدأ بقى ان انا انزل الكلام ده كله على طبقة البسكوت اللي احنا عملناها مع بعض. تمام كده. وبعد كده بقى هتدخليه التلاجة لحد ما يسقع تماما، لان احنا طبعا هنحط برضو طبقة فوقه. تمام، فدلوقتي بقى هتدخليه التلاجة على الاقل يقعد 5 ساعات في التلاجة. تمام، دلوقتي بقى معانا بولة، هنجيب كوباية من الكريم شانتيه. تمام، وهتجيبي برضو كوباية من اللبن. تمام كده، وهبدأ برضو ان انا اقلب بالمضرب بتاعي. انا ما حطيتش سكر علشان الكريم شانتيه بتاعي محلى. تمام، لو انتي الكريم شانتيه بتاعك خام تقدري ان انتي تحطي سكر يكون مطحون. تمام، ودلوقتي خلاص بعد ما ضربته القوام بتاعي تماسك كده، وبالظبط لو قلبت البوله بالمنظر اللي انتوا شايفينه دوت الكريم شانتيه بتاعي ما يتقلبش او ما يقعش، وكده القوام بتاعه مظبوط معايا. هبدا بس ان انا اطلع بعد 5 ساعات طبعا طلعت البايركس بتاعي، وهبدا ان انا انزل عليه كده بالكريم شانتيه. تمام، دي كده تالت طبقه معانا. جماعه لو حابين ان انتوا تقللوا في الطبقات مفيش اي مشكله. تمام، ودلوقتي بقى خلاص هبدأ ان انا اسويه كده بالمنظر ده عشان برضو هندخله التلاجة. هنحط بقى البايركس في التلاجة على الاقل 6 ساعات. تمام، تعالوا بينا نشوف الطبقة الاخيرة. خلاص هيكون معايا طاسة، برضو هنزل بقى كده بالطاسة بتاعتي ديت بكوباية من اللبن. تمام، وهحط كده بالظبط يجي 4 معالق من الزبدة، وديت نوع الشوكليت بتاعي اللي انا استخدمتها. تمام، هنزل كده 4 قطع من الشوكولاتة بتاعتي، وهنزل كده يجي 1.5 معلقة من الكاكاو بتاعي. تمام اهو كده بالمنظر ده. دلوقتي بقى هاخد بقى الكلام ده كله على النار لحد ما يسيح خالص. اهو بقى كده بالمنظر ده. اهو كده كان ساح معايا، حسيت ان لونه مش غامق، فجبت قطعتين تاني من الشوكليت وحطيته عليه، وهنا كده كانت كل حاجة ساحت معايا واللون المظبوط والقوام المظبوط اللي انا عايزاه. هسيبه بقى لحد ما يبرد تماما تماما، يعني المسيه تلاقيه ان هو بارد. وكده خلاص هيكون جاهز معايا ان احنا نحطه على طبقة الكريم شانتيه. كده خلاص بعد 6 ساعات طبعا الكريم شانتيه خد كفايته ان هو سقع تماما، وطبعا صوص الشوكليت بتاعي سقع برضه. هبدأ ان انا انزل بصوص الشوكليت بتاعي على الكريم شانتيه. تمام كده بالمنظر اللي انت شايفاه ده. وهنا خلاص بعد ما نزلت بقى هبدأ بس ان انا يعني اخلي الشوكليت على جميع الاطراف علشان تكون الشوكليت مغطية طبقة الكريم شانتيه من فوق. تمام، ودلوقتي بقى هندخلها برضو التلاجة وقعديها فترة، يعني 5 ساعات 6 ساعات كده. هنا خلاص بقى بعد ما طلعتها بدأت تمام، وهاخد قطعة كده بقى واحطها في الطبق علشان ادوق الجمال ده. بصي تحفة، والشوكليت حلوة قوي وطعمها حلو، وطبقة البسكوت مع طبقة المهلبية مع طبقة الكريم شانتيه وكمان مع صوص الشوكليت خطيرة بجد. طعمها حلو قوي، اعملوها وجربوها هتعجبكم جدا جدا. وكمان تقدري ان انتي تعمليها في اي مناسبة انتي عايزاها وعلى ضمانتي. وهنا بقى نكون خلاص خلصنا احلى كيكة باندا ممكن تعمليها. تعالوا نشوف هنعمل ايه تاني مع بعض. عملت لكم بقى حتة تحلية يا جماعة فظيعة هتعجبكم جدا، بديلة للكيك. اللي زهق من الكيك يقدر ان هو يعمل الطريقة دي. صوص الكراميل من فوق عامل شغل عالي عالي. عايزة اقول لكم كان طعمها حلو جدا جدا، عجبتهم كلهم. وكمان الكيكة نفسها هشة ولذيذة جدا هتعجبكم جدا. تعالوا بقى نشوف مع بعض الوصفة، ولو عجبك الفيديو منسيش الفولو واللايك والشير. اول حاجة كده هيكون معانا هنروح نشتري الكريم كراميل دوت من عند اي سوبر ماركت. هتجيبيه كريم الكراميل دوت عامل 7 جنيه بالظبط. هاخد اللي هو الحبوب اللي هو البودر، وهسيب اللي هو السائل على جنب. تمام،
دلوقتي بقى كده هنجيب الخلاط معانا، وهبدأ ان انا انزل بالمكونات بتاعتي. اول حاجة كده حطيت معايا كوباية من السكر، كوباية من الزيت، وكمان كوباية من اللبن. وعايزة اقول لكم ان انا زدت نص كوباية كمان، بس المقطع دوت مجاش. قوي هنزل الكيس البودر بتاع الكريم كراميل اللي بيبقى موجود في العلبة، هنزله كله. تمام، هو لونه اصفر كده. تمام، في منه اللي هو الابيض خالص، لا احنا عايزين اللي هو صوص الكراميل بتاعه بيبقى عامل لون بني كده. تمام، هبدأ بقى ان انا اقفل كده واديله ضربة كده سريعة اهو كده. كده خلاص معانا. هنجيب بقى كوباية، وهبدأ ان انا انزل من الصوص بتاع الكيكة دون كوباية كده، علشان نزين بيها وش الكيكة من فوق. بصوا هو كده تقيل قوي، انا عايزاه بالمنظر ده يكون تقيل كده. حلو قوي والله العظيم، كان طعمها خطير ومسكر كده، طعمها مسكر. ديت للي بيحب المسكر، انما للي مش بيحب المسكر تقدري ان انت تعمليها كيكه كده بس من غير التزيين اللي احنا هنعمله من فوق ده. تمام كده خلاص بقى نشيل الكوبايه على جنب في التلاجة. وهبدأ بقى دلوقتي ان انا احط البيض. حطيت بيضتين اتنين، وهحط 2 فانيليا علشان ريحة الزفارة بتاعتي. وهبدأ ان انا اديله ضربة بس سريعة كده مع بعض، بس اهم حاجة ان كل حاجة تتجانس مع بعض. دلوقتي بقى هنجيب بولة كده معانا، وهبدأ ان انا انزل بالخليط بتاعي كله في البولة دي. تمام كده. وهيكون كمان معاكي كوبايتين من الدقيق، وهيكون معاكي الكيس البيكنج باودر. اهم حاجه ما تنسيش البيكنج باودر ده، عشان هو اللي بيخلي الكيكه ترتفع. تمام، وهبدا ان انا انزل الاتنين على بعض واديله بس تقليبه سريعه كده، وهبدا ان انا اضيفه على الخليط اهو. بقى كده هبدا ان انا انزل الدقيق بتاعي على الخليط بالتدريج واحده واحده، علشان ما يكتلش معايا. وهنجيب اللي هو المضرب اللي هو اليدوي ده، وهبدا ان انا اضرب واحده واحده كده. ايوه كده بالمنظر ده اهو. هنا بقى كده كان معايا خلاص العجين كده خلصت معايا. دوت كده منظر الكيكه بتاعي. شايفين سمكها عامل ازاي؟ هو ده بالظبط السمك اللي انا عايزاه. تمام، بس كده هنركن بقى الكيكه على جنب خالص. وهبدا ان انا اجيب بقى البايركس بتاعي او الصينيه بتاعتي او اي حاجه انت هتحطي فيها الكيكه بتاعتك. انا جبت الصاج بتاع الفرن بتاعي، هو صغير كده بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده. هبدأ بس كده ان انا ادهن انزل عليه بشوية زيت، واوزع الزيت على الصاج كله. وهحط كمان فيه شوية دقيق علشان الكيكة بتاعتي ما تلزقش فيه اهو كده. نزلت بالدقيق. هبدأ بقى اهو كده كنت خلاص وزعت الدقيق. هبدأ بقى ان انا انزل الكيكة بتاعتي على طول في الصاج على طول. شايفين سمكها عامل ازاي؟ مش تقيلة قوي ومش خفيفة قوي، اللي هو مظبوط، السمك اللي هو المظبوط. كانت جميلة قوي يا جماعة والله العظيم، جربوها وعلى ضمانتي على ضمانتي. كانت تحفة جدا وتستاهل بس ان انتوا تجربوها. تمام كده خلاص اهو. كنت نزلت الكيكة كلها في الصاج، وهبدأ بقى ان انا اساوي الصاج بتاعي، يعني خلي الكيكة في جميع الاطراف تكون متساوية زي بعض، عشان الكيكة لما ترتفع كلها تبقى بسوى واحد. تمام اهو كده. وهنا بقى خلاص كنت بهزها كده هزتين، وهتبدأ ان انت تاخديها برضو على الارض وتضربيها كده ضربتين. بس كده، وتدخليها بقى على الفرن على درجة حرارة 180. وتدخليها بقى الفرن وما تفتحيش عليها خالص الا بعد ساعة. تمام، هنقفل بقى عليها ونسيبها بقى مع نفسها لحد ساعة، وهرجع لها تاني. بصي بقى هنا كده كانت خلاص الساعة خلاص عدت. تمام، هبدأ بقى ان انا اطلعها.
اهو كده خلاص النور طفى، معنى كده ان الساعة عدت. هبدأ بقى ان انا اطلعها من الفرن بتاعي اهو كده براحة بس علشان ما تتلسعيش منها. وهبدأ بقى ان انا احطه على الرخامة بتاعتي، وهتبدأ ان انت تجيبي خلة وتدخليها في العجينة، هتطلع ما فيهاش اي حاجة علشان استوت. لو طلع فيها اعرفي ان الكيكة بتاعتك لسه ما استوتش. هنا بقى بعد ما سبتها بردت خالص، هبدأ ان انا اخد الكوباية اللي كنا شايلينها من الصوص اللي عملناه بتاع الكيكة في الاول خالص، وهبدأ اوزعه على الكيكة اهو كده زي ما انتم ما شايفين. وهبدأ ان انا اجيب كيس الكراميل اللي احنا كنا شايلينه برضو، اللي هو كان في مع كيس البودر اللي احنا استخدمناه. هبدأ بس ان انا اقطع من الكيس حتة صغيرة كده، يعني يكون ثقب صغير جدا علشان لما تيجي تنزل بالراحة خالص. وهبدأ ان انا اعمل خطوط طالعة وخطوط نازلة بالمنظر ده، بالطول وبالعرض، هو كده زي ما انتم ما شايفين. هبدأ بقى كده ان انا اجيب معايا خلة، وابدأ اروح واجي على الكيكة بتاعتي بالمنظر ده اهو كده، هتعمل شكل حلو قوي. تمام، اهو بقى هبدأ ان انا اعمل كده. خلاص كنت خلصت، وده شكلها اصلا بعد ما خلصت. هبدأ بقى ان انا اقطعها معاكم اهو كده بالمنظر ده، وهبدأ ان انا ادوق بقى، وكان طعمها جميل جدا. بصوا الكراميل من فوق عامل شغل حلو قوي. وهنا بقى نكون خلاص خلصنا الوصفة بتاعتنا التحفة اللي ملهاش حل دي. احنا عملنا حلويات كتير، تعالوا ندخل على الاكل بقى عشان انا جوعت جدا. النهارده جايه اعمل معاكم طريقه الفراخ المشويه بطريقه خطيره جدا. حتى لو الفراخ بتاعتك كبيره ومش عايزه تقطعيها لكذا قطعه، تعالي اقولك ازاي في الفيديو ده تحطي الفرخه كامله. وممكن كمان تعمليها وهي 4 كيلو 5 كيلو مش هيجرالها اي حاجه. وعملنا معاها شويه رز بسمتي، هو مش رز بسمتي، رز مصري عادي جدا، بس خطوات الرز البسمتي. الفراخ بتاعتي كانت مستويه، وكانت زي الملبن بالظبط، كلها كانت دايبه من بعضها. الورك قدامكم اهو شايفين مفيهوش ولا نقطه دم. شايفين قطعه الفرخه عامله ازاي، كانت طعمها لذيذ جدا. وكمان الرز بتاعنا كان تحفه جدا. شويه خطوات كده هتخليلك الحاجه بتاعتك تحفه. تابعي بس معايا الوصفه، ولو عجبك الفيديو ما ننساش الفولو واللايك والشير. اول حاجه هنعملها هنجيب الفراخ بتاعتنا. الفرخه دي وزنها 3 كيلو. لو الفرخه بتاعتك اكبر من 3 كيلو مفيش اي مشكله، كده كده احنا قلنا هتستوي مهما كان حجمها ايه. هبدا بس ان انا اشيل السلسله بتاعت ظهر الفرخه اللي هي الرقبه. تمام، ودي كده خلاص بعد ما شلتها. هبدا بقى ان انا اقلب الفرخه، وابدا ان انا اكسر كل العظم اللي فيها. هفتح بس حته الجلد اللي هنا دي علشان لما اجي اكسر الورك بتاع الفرخه يتكسر معايا بكل سهوله. هنقلبها بس على الجنب التاني اهو بالشكل ده. وهبدأ بقى ان انا اكسرها كده، وهعمل برضو الورك التاني كذلك الامر. هنيجي بقى للصدر، هبدأ برضو ان انا اكسر الصدر كده، حتة العضماية اللي هي بتبقى في الصدر. وكده خلاص الفرخة معانا جاهزة. هنيجي بقى للمحلول بتاع الفراخ. المحلول ده مهم جدا ولازم تعمليه، لانه بيشيلك اي زفارة في الفراخ.
هنحط كده معلقتين من السكر وكمان معلقتين من الملح، ويا ريت شويه خل، وهتعصري ليمونه ونص. تمام. وبعد كده هتحطي شويه من النعناع الناشف عندك. تمام كده. وهتحطي الفرخه بتاعتك لمده ساعتين مثلا. عايزه تسيبيها اكتر من كده ده الافضل، لان هيطلع لك اي زفاره في الفراخ بتاعتك. هنسيبها بقى لحد ما نجهز التتبيله بتاعه الفراخ. اول حاجه هيكون معايا بوله كده، هبدا ان انا انزل بالبهارات. الاول هيكون معايا معلقه من البصل باودر، معلقه من الثوم الباودر، معلقه كزبره، ومعلقه من البهارات المشكله او السبع بهارات، ومعلقه بابريكا ونص كركم ومعلقه قرفه وملح وفلفل، وبس كده. تمام. هبدا بقى ان انا انزل كمان بمعلقتين من معجون الطماطم. تمام. وهنزل كمان بعلبة من الزبادي. ماشي، الفرخة بتاخد علبة. وكمان هنزل بنص كوب من الزيت. تمام كده. وهدي بقى الكلام ده كله تقليبة مع بعض. وهدي بس احط بس شوية من نص معلقة من السكر علشان حموضة الطماطم. تمام كده. وبس كده الوصفة كانت جاهزة عندي. هزود بس عليها نص كوباية من المية. تمام. وبس كده، كده احنا جاهزين ان احنا نتبل الفرخة بتاعتنا. خلاص جبنا الفرخة بتاعتنا بقى. هبدأ ان انا اغلف الفرخة دي كلها بالتتبيلة. طبعا احنا ايدينا مغسولة، شوفي الطريقة اللي تناسبك واعمليها. هنشيلها بقى في التلاجة لتاني يوم. تاني يوم جاي بقى تعالوا نعمل الرز بتاعنا. حطينا جبنا حلة، حطينا شوية زيت وبصلتين يعني متوسطين، وهبدأ ان انا اقلب لحد ما البصلة تصفر معايا. هيكون معايا 3 طماطمات قشرتهم برضو، سبتهم لحد ما دبلوا خالص. حطينا نفس البهارات اللي حطينها على الفراخ، بس زودنا بس شوية كركم. وقفلت كل الكلام ده مع بعضه ياخدوا ويدوا مع بعض شوية كده. تمام. بعديها بقى خلاص اهو بالمنظر ده، بعد ما كل حاجة دبلت هبدأ ان انا اغسل الرز. انا حاطة الرز بتاعي مصري عادي، مش رز بسمتي. حابة ان انت تحطي رز بسمتي مفيش اي مشكلة. انا عندي عشان ما بنحبش الرز البسمتي ده. قلبنا المكونات كلها كده مع بعض. احنا حاطين ملح وفلفل وكل حاجة. حسيت ان اللون يعني مش اصفر قوي، فحطيت شوية كركم تاني. وزودت المية يا دوب تغطي الرز. تمام كده. وهنقفل بقى لحد ما الرز يتشرب. هنا خلاص كان اتشرب، هبدأ بس ان انا ادي تقليبة كده. وهيكون معايا جزراية ونص مبشورين. انا علشان كان عندي جزر كنت مقطعاه وحطاه في الفريزر عندي مخزناه، فاخدت على طول من الفريزر وحطيت على طول على الرز. تمام كده. وهدي تقليبة. تمام. وهوطي خالص النار، وهسيب بقى الرز يستوي. ما تخافيش، كده كده الجزر ما بياخدش سوا. حابه ان انتي تستغني على الخطوه دي وما تحطيش جزر، مفيش اي مشكله. هنرجع بقى للفراخ بتاعتنا. جبنا صينيه كده زي ما انتم ما شايفين، وكمان جبنا شبكه. اول حاجه بس هنحط في الصينيه شويه ميه علشان الفرخه بتاعتنا تستوي سوا كامل. تمام. هنجيب بقى الفرخه وهبدا ان انا احطها على الشبكه بالمنظر ده. تمام كده. عايزه اقولك بقى الصوص اللي اتبقى من الفرخه، كل شويه افتحي الفرن ورشي شويه على الفرخه من الصوص ده. تمام كده. وخلاص بعد ساعتين في الفرن طلعنا الفرخه بالشكل الخطير ده. شايفين شكلها عامل ازاي؟ كانت عايزه تتاكل وهي كده يا جماعه، والله العظيم كانت تحفه. عملت فحميه لزوم التكات والحركات. حطينا كده الفحمه. تمام. واحده هنا وواحده هناك، وهنحط شويه من الزيت. تمام. ما كانش عندي ساعتها ورق سوليفان، فهاخد على طول الشبكه بتاعتي واحطها في الفرن على طول علشان تفحفح كده من ريحه الفحم بتاعي. خلاص خلصنا. جبنا بقى الصينيه بتاعتنا. هبدا انزل بقى بالرز التحفه ده. جربوا الرز ده هيعجبكم قوي قوي قوي، حلو قوي، احسن من الرز البسمتي. وجبنا الفرخه بتاعتنا. عايزه اقول لكم كانت والله ما كلام، كانت تحفه جدا. عملت معاها توميه وكانت طعمها خطير جدا، عجبت الكل وبالذات اخواتي.
شايفين الجلدة اللي بره عاملة ازاي، ومن جوه شايفين يعني مستوية سوا كامل. حتى بصوا هفتحها لكم دلوقتي بالشوكة والسكينة، شايفين ما فيهاش ولا نقطة دم. حلوة قوي وكانت لذيذة، وهي تغيير عن الفراخ اللي احنا بنعملها على طول بطماطم وبصل. دي طريقة مختلفة جدا. وكمان الرز بطريقة مختلفة جدا. هنا احنا خلاص كنا خلصنا الفيديو. لو عجبك الفيديو ما ننساش الفولو واللايك والشير. باي باي. بدون مقدمات كتير تعالوا نشوف عجينة البيتزا بتتعمل ازاي. معايا كوباية من اللبن، نص كوباية من الزيت، خميرة فورية، والمكون السحري البيكنج باودر، معلقة من التوم الباودر، معلقة من البصل الباودر، معلقة سكر، معلقة ملح. تعالوا بقى نشوف ايه الخطوة التانية. معايا كيلو ونص من الدقيق، هحط المواد الجافة اللي احنا قلناها مع بعض، التوابل بتاعته، وكمان هحط المكون السحري بتاع عجينة البيتزا هو البيكنج باودر. عايزة اقول لكم بيخليها في حتة تانية خالص، بيخليها تحفة جدا، بتبقى هشة وجميلة جدا. وهنحط كده الخميرة الفورية بتاعتنا. اهم حاجة نتأكد ان الخميرة بتاعتنا فعالة وما تكونش مدة الصلاحية بتاعتها منتهية. هنحط كوباية اللبن بتاعتنا، وكمان هحط كوباية من المية، كوبايتين من المية الفترة، تمام، تكون لا سخنة ولا ساقعة. وهعجن بقى بمية فترة، يعني ان عوزت بدل الكوبايتين دول تاني هكمل بمية فترة عادي جدا. تمام. وهنا خلاص كنت خلصت عجني في العجينة. هبدأ بنص كوباية زيت ألم العجينة بتاعتي بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده، وعلى طول. تمام. وبس هلمها بقى. وهنا خلاص العجينة بتاعتي كانت خلصت. هبدأ بقى ان انا احطها في مكان دافي لحد ما تخمر. هنا كانت خمرت معايا، شوفوا انتوا المنظر بعينيكم. يعني البيكنج باودر عامل شغل عالي جدا مع الخميرة، مخليها تحفة والله العظيم. من غير ما اخدعكم ولا من غير اي حاجة، هي كانت تحفة جدا وهشة وتحفة. دلوقتي معايا بقى صينية اي حاجة انت هتعملي فيها، وهحط شوية من الزيت او شوية من السمنة على حسب ما انت عايزة، وهبدأ ان انا اوزع الزيت بالمنظر ده. معايا صينية تاني، هبدأ برضو ان انا احط زيت وادهنها بالمنظر ده. دلوقتي بقى كنت دهنه ايديا من الزيت علشان ما تلزقش، وهبدأ ان انا اطلع الهواء اللي في العجينة. تمام كده بالمنظر ده. جماعة انا ماليش في العجين قوي، تمام، فهتلاقوني ان انا مش كويسة فيه قوي، فعلى قد ما نقدر بنحاول ان احنا نقطع العجينة بتاعتنا. كده خدنا كده قسمنا العجينة بتاعتنا اتنين. عايزة اقول لكم ان العجينة دي عملت 3 صواني. تمام. حطيت شوية زيت على العجينة دي. تمام. وهبدأ ان انا اقلبها الناحية التانية علشان المها على بعض واكورها بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده. ما شاء الله كانت تحفة جدا. هقلبها بقى على الوش التاني وهفردها فردة بسيطة مش كلها، لان هي عايزة تخمر على الاقل 10 دقايق علشان تكون مستريحة معايا. لان انا بصي يعني كل ما اجي افردها الاقيها بترجع معايا. شايفة ترجع ازاي بالمنظر اللي انت شايفاه ده. فاحنا علشان الخطوة ديت نتلاشاها هنسيبها شوية. ديت كانت العجينة التانية. حتة العجينة التانية برضو عملتها، كورتها كده وهقلبها على الجنب التاني. لو لزقت معاكي مفيش اي مشكلة، حطي شوية زيت تاني ومش هتلزق معاكي، ما تقلقيش خالص. تمام. وبرضو هنسيبها تستريح زي التانية، فردناها زي ما كانت. جينا بقى للاولانية خالص. بصي بقى بعد ما سبتيها ل10 دقايق، بصي ما بترجعش معاكي نهائي. يعني مفيش احلى من كده، طرية هتطلع طرية معاكي جدا وعلى ضمانتي. وبس كده، دي طريقة البيتزا في البيت من غير اي اختراعات ومن غير اي اضافات ملهاش اي لازمة. وبس كده. يا رب الوصفة تكون عجبتكم، واهم حاجة ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب لقناتي على اليوتيوب وعلى الفيسبوك. عايزة تاكلي سمبوسة من غير ما تقليها في الزيت وتتعبك؟ تعالي معايا وانا هقولك ازاي، وكمان هنعملها بأقل التكاليف خالص.
كمان هديكي افكار ان انتي تحشيها بايه. آه تعالوا بينا نشوف الطريقة. ولو عجبك الفيديو اهم حاجة ما تنسيش اللايك والشير. اول حاجة هيكون معايا معلقتين دقيق دوبناهم كده بمعلقة ونص من المية لحد ما القوام يكون معايا سائل بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده. وهنا معايا جبنه رومي وجبنه شيدر وجبنه موتزاريلا وطماطم وفلفل. تقدري ان انتي تحشيها باي حشوه انت عايزاها. ممكن مثلا تجيبي جبنه من اللي هي العلب دي وتحطي معاها زيتون وتحطي معاها فلفل وطماطم برضو تحشي بيها. وممكن تكوني معصجة لحمة تحشي بيها برضو. وممكن ان انتي تكوني عاملة فراخ بانيه مثلا او قليها كده كريسبي بتبقى مقرمشة وتحفة جدا. تقدري ان انتي تقطعيها لتقطيع صغير جدا وتحطي عليها شوية من الجبن، الجبنة الرومي وجبنة شيدر وجبنة موزاريلا وتحشي بيهم وتقفلي وتحطيها في الفرن وهتبقى تحفة جدا. تعالوا بقى نشوف طريقة اللف مع بعض عاملة ازاي. اول حاجة جبنا ورقة سمبوسة. انا بطأت الفيديو علشان اعلمكم ازاي تعملوها، في ناس كتير ما بتعرفش تلفها. دلوقتي كده الورقة زي ما انتم ما شايفين بدأت ان انا جبت الطرف اللي هو تحت ده على فوق بالمنظر ده كده، تمام. وهبدأ ان انا اقلبها على الناحية التانية بالمنظر ده برضو. شايفة عملت معايا شكل المثلث بالمنظر ده. هبدأ بقى ان انا احشيها عادي خالص الحشوة بتاعتك طبعا زي ما انت ما عايزة وزي ما انت ما محضرة. وهتبدأي ان انت تجيبي المثلث اللي من تحت ده لفوق اهو كده بقى بالمنظر ده كده، سهلة جدا. وهتجيبي بقى شوية من العجين اللي احنا عملناه وهتدخلي الطرف من جوه وتقفلي عليه وبس كده. شايفة معايا شكلها عامل ازاي؟ هعمل معاكي واحدة تانية. دلوقتي اهي ورقة معايا، بدأت ان انا جبت الطرف اللي تحت ده على فوق وجبت الطرف التاني لجوه، تمام. بدأت ان انا حشيتها. هنا كنت معصجة شوية لحمة طلعتهم من الفريزر وحشيت برضو شوية من اللحمة، تمام. وهجيب المثلث اللي من تحت دوت على فوق وهقلبه الناحية التانية بالمنظر ده كده. وبرضه هحط شوية عجين كده في الحتة اللي هي اللي جوه المثلث ده دي وهحطها كده، تمام. وهقفل عليها. شايفه بقى شكلها عامل معايا ازاي؟ حلوة قوي وما تفكتش وتحفة. دلوقتي بقى هعمل برضو واحدة بس اسرعها. دلوقتي بقى هيكون معايا الصاج بتاع الفرن. هبدأ ان انا ارص عليه السمبوسة بتاعتي. وكمان هحط كده شوية من السمنة كنت مسيحاهم وهدخله الفرن على درجة حرارة 250. هيقعد بالظبط نص ساعة وهيطلع مقرمش من الجنبين ومش هتحتاج ان انت تقلبيه ولا اي حاجة. وهنا خلاص كان بعد ما طلع كان لون وقرمشة وطعم فظيع، حاجة كده خرافة جدا. الجبن مدياله طعم وكمان الطماطمايه والفلفل مدين تست حلو. لو عجبك الفيديو اهم حاجة ما تنسيش اللايك والشير والسبسكرايب لقناتي على اليوتيوب وعلى الفيسبوك. يا صباح الفل، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهاردة جاية اعمل معاكم البيتزا. عملناها مع بعض وعملنا العجينة بتاعتها قبل كده في فيديو انا كنت منزلة فيه طريقة عمل العجينة. هحطها لكم على اليوتيوب في صندوق الوصف وهحطها لكم على الفيسبوك في اول تعليق مثبت. تابعي معايا الفيديو. ولو عجبك الفيديو اهم حاجه ما تنسيش اللايك والشير والسبسكرايب لقناتي على اليوتيوب وعلى الفيس. كده هيكون معايا بصلتين متوسطين هحطهم على نار وهحط كده حته زبده وشويه من الزيت لحد ما لون البصله بتاعتي تصفر. بعد كده هنزل معلقه من الثوم الصغيره وهقلبها لحد ما تاخد ريحه بس مش اكتر. ونزلت اللحمة بتاعتي نص كيلو من اللحمة وهفضل اقلب فيها لحد ما اللون بتاعها يكون بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده، يكون لونها بني، تمام. هنحط بقى البهارات بتاعتنا. ايه هي بهاراتنا؟ معلقة من الفلفل الاسود، معلقة من الكمون، معلقة من الملح، تمام. و معلقة من بهارات اللحمة. وكمان هحط ورق لورا، تمام. انا معلقتي صغيره، شوفوا انتوا معلقتكم لو كبيره حطي نص معلقه من البهارات دي، تمام. وهبدا ان انا اقلب بالمنظر اللي انت شايفاه ده وبس كده. وهنا خلاص العجينه بتاعتنا كانت جاهزه. هبدا بقى ان انا افردها معاكم بالمنظر ده كده
عجينتنا ما شاء الله حلوة قوي، عملناها مع بعض قبل كده. تمام. دلوقتي بقى كده هيكون معايا شوكة، وهبدأ ان انا اغرس في العجينة بتاعتي بالمنظر ده كده. تمام. ودلوقتي بقى نكون مجهزين معانا صلصة البيتزا، هبقى اعملها معاكم مرة. تمام. حطيت كده الكمية المناسبة بتاعتي ووزعتها بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده. دلوقتي كده برضو نزلت شوية من اللحمة بتاعتي. تمام. وهبدأ ان انا اوزعها برضو على العجينة كلها. هنا خلاص كده بعد ما وزعتها هبدأ ان انا انزل بفلفل اخضر. تمام. ومعايا كمان فلفل اصفر، هبدأ برضو ان انا احط شوية. ومعايا فلفل احمر برضو هحط شوية. وكمان زيتون، هبدأ ان انا احط كده زيتون. طبعا انت البيتزا بتاعتك تقدري ان انت تحشيها زي ما انت ما عايزه، حابه تحشيها جبن بس، حابه تحشيها بسطرمه، حابه ان انت تحشيها تونه، زي ما انت ما عايزه. وحطيت حلقات من البصل، وكمان حطيت من شويه جبنه، جبنه رومي الاول كده، وبعد كده حطيت جبنه موتزاريلا. تمام. بحط الجبنه موتزاريلا كده زي ما انتم شايفين. وبس كده البيتزا بتاعتنا خلصت. هبدأ بقى ان انا ادخلها الفرن على درجة حرارة 180. وهنا خلاص بعد ما طلعتها اهو كده بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده، هبدأ بقى ان انا اقطعها معاكم. تعالوا بينا نطلع قطعة مع بعض ونشوف عاملة ازاي. اهو بقى كده بكل سهولة بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده. هحطها في طبق بقى ونشوفها كده عاملة ازاي. بصوا شكلها حلو ازاي، والجبنه شكلها تحفه جدا. قسمناها 2 كده، عايزه اقولكم ان هي كانت سخنه جدا، وكنتش عارفه ان انا امسكها حتى. ندوق بقى ونشوف الطعم عامل ازاي. تحفه جدا. حط شويه كاتشب مع شويه مايونيز يخلوها احلى واحلى. وكلي بقى وبألف هنا. لو عجبك الفيديو اهم حاجه ما تنسيش اللايك والشير والسبسكرايب لقناتي على اليوتيوب وعلى الفيسبوك.